شاء الله. دنيس اهو يا جماعه، ما شاء الله. واكل على الفردة اللي تحت، على السلاح 6 كفتة، شعر تحت ترميل 20، رصاصة حرة فوقيها سلاحين، على البوصة ال2 متر، وعلى المكنة ال5000 عليها شعر 35، ونازل الترميل زي ما احنا قلنا شعر 20، وتحت الرصاصة في مدور. يلا بينا نشوفوا اللي جاي ايه. ما شاء الله يا جماعة. الدنيس متعة طبعا في البوصة، له دكة معينة كده في البوصة، طبعا الصيادين كلها بتحبها يعني. تعالوا نشوف هنعمل ايه. دنيس بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشتركي القناة ومشاهدي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لكل مشاهدي القناة، مشتركين ومشاهدين. بنجدد التحية دايما لكل متابعينا الجدد، وبنقول للجميع إن شاء الله ربنا يقدرنا على إن احنا نقدم محتوى يليق بالناس المحترمة بدون استثناء. كل متابعين القناة ناس محترمة زي ما قلنا قبل كده، بدون استثناء وبدون مبالغة وبدون مجاملة. ده اللي مخليني ومشجعني ان انا اكمل. كل اللي معايا ناس محترمة الحمد لله، اللي على القناة اللي موجودة على القناة. بشكر كل الناس اللي بتساند القناة وبتدعم القناة. بنقول للناس المتابعة جديد، في حاجتين بنشوفهم في اخر الفيديو. بنشوف الحصيلة كاملة بتاعت الرحلة، وبالإضافة لأن احنا بنشوف مقطع من الفيديو اللي جاي أو الفيديو القادم. دايما ما تنساش تثبت وجودك بتعليق أو بلايك. احنا من القنوات القليلة جدا على مستوى العالم اللي ما بتطلبش اشتراكات. اللهم لك الحمد. الاشتراكات بتزيد في القناة بدون طلب، وده نجاح للقناة، وده مقياس زي ما قلت لكم قبل كده بالنسبة لي، مقياس للنجاح ان انا ما اطلبش اشتراكات ولا عدد المتابعين بيزيد. ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. يلا بينا كده نتفرج على الفيديو، وان شاء الله الفيديو ينول اعجابك. وتعالى نشوف التفاصيل بتاعه الفيديو ونتكلم فيها واحنا شغالين كلها. يلا بينا. زي ما انت شايف كده، دي كبشة سمك بالليل في حوالي تقريبا ساعة الا ربع. مرمار خشن زي ما احنا شايفين، دي لسه طالعة. ده كل ده واكل على المكنة بالعقر، على سلاح 6، سلاحين فوق وسلاح تحت. تقريبا احنا جينا على المية 3:30. دلوقتي الفجر خلاص هيأذن. الساعة تقريبا دلوقتي 4:15 4:15. الكلام ده في ساعة الا ربع تقريبا. واكل على العقر في الوسع، المرمار الخشن ده. المرمار ده حجمه كويس جدا يا جماعة، زي ما احنا شايفين كده. مرمار خشابي وشروشي. النهار يطلع كده ان شاء الله، وهنشوف هنشتغل على اي سمكة، والتفاصيل ان شاء الله كلها مع الفيديو. يلا بينا. زي ما قلنا دايما وبنقول في كل فيديو بيصادفنا السمكة دي. دي الجلخ اللي صورناها قبل كده كذا مرة. انتشرت في الساحل يا جماعة بطريقة رهيبة، يعني انتشرت بكثرة جدا. والملحوظ بقى ان احجامها بتكبر. داخل على العقر. طبعا انا مستهدف المرمار، مستهدف الدنيس بالليل، فتبص تلاقيه مالي الساحل، شواطئ وبحيرات. يعني الموضوع بقى خطر يعني. طبعا الزعنفة السوداء دي اللي احنا بنحذر منها، اللي فوق اللي احنا شايفينها دي هي اللي فيها السم. طبعا زي ما احنا شايفين هو شكله بني مخطط ببيج، واخد شكل القرموط بالظبط، يعني نفس الستايل بتاع القرموط بالظبط، حتى من فوق اهو كده. الديل نفس ديل القرموط. بنحذر منه دايما عشان في ناس بتحسبه مكرونه وبتمسكه. الشوكه دي لو ضربت اي حد مؤذيه جدا جدا جدا، ولو لا قدر الله مناعتك مش كويسه، الموضوع هيخش في حته تانية، يعني هيروح لحته تانية يعني. ادي شكله اهو كده زي ما احنا شايفين، ناخدوا بالنا منه قوي. بعد ما خدنا الكبشه اللي احنا شفناها بالليل دي، هنشتغل بقى، هنستهدف البطاطا، لان الميه
مليانه الايام دي بطاطا. بوصه 7 متر الكربون، نازل منها شعر 25 فله وسط، نازل من الفله اخرها اخر الشعر الاساسي مدور. وطالما هنستهدف البطاطا يبقى هنشتغل بالسبحه. حاطط لكم البرغوث، وطالما هنشتغل بالسبحه هنشتغل بالبرغوث. حاطط لكم البرغوث عشان نحدد شويه رسمه السبحه عامله ازاي. هي قامه حوالي 60 سم، 20 في 20 كله. سلاح 8 كفته. مش مهم النوع يا جماعه، المهم انه يكون سلكه رفيعه. سلكه رفيعه، لما تيجي تشتريه قول له عايز ارفع سلكه عندك. ممتاز جدا للبطاطا. 5 اسلحه، كل سلاح حوالي تقريبا من 10 سم ل 12 سم. دايما في فرق صغير بين ربطه السلاح وربطه السلاح. زي ما احنا شايفين، ادي التالت، ادي الرابع، ادي الخامس، وادي جوز تحت حوالي 10 سم و 13 سم. اللي عايز شرح السبحه بالتفصيل او عمل السبحه يبعت لي، وانا هبعت له الرابط بتاع الفيديو اللي موجود على القناه. ان شاء الله هنشوف وهنختبر السبحه النهارده، هل هي فعلا اخطر طريقه لصيد البطاطا من حيث المتعه والكم، ولا هي مره او مرتين وعدوا. يلا بينا نشوفوا كده هنعمله ايه بالسبحه النهارده مع البطاطا. يلا بينا، تعالى نرموا ونكملوا كلامنا مع بعض. فكان عنوان الفيديو بيقول ان اخطر طريقه لصيد البطاطا السجاد. بالفعل يا جماعه السبحه اثبتت وجودها. يعني الواحد بقاله ما شاء الله ما شاء الله، الواحد بقاله عمر طويل بيصطاد. جرب كل الطرق بمنتهى الامانه، ودي من ضمن مميزاتها برضه. زي ما احنا شايفين اهو، وبطاطا ما شاء الله يعني حاجه تفرح، يعني احجام محترمه جدا. زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات ان هي بتعتمد على اللاتش، وهنشرح تاني وهنأكد على كل المعلومات اللي احنا بنقولها واحنا بنصطاد البطاطا. زي ما احنا شايفين السلاحين اللي فوق الجوز الضيق، او تاني سلاح من فوق وتالت سلاح من فوق، ضاربين سمكتين احجامهم جميله جدا زي ما احنا شايفين. تعالى نكمل كلامنا عن البطاطا واحنا شغالين. تعالى نرمي كده ونكمل كلامنا. فعلى مدار اكتر من 45 سنه بدون مبالغه، الواحد جرب كل حاجه في الصيد، وكنا بنصطاد كل حاجه، وجربنا كل الطرق. ما شاء الله ما شاء الله. فاكتر حاجه نجحت 2 اهم تاني. طيب، هي طالما بتضرب الاسلحه اللي فوق كده تبقى عامد. طالما بتضرب الاسلحه اللي فوق كده تبقى عامد. البطاطا من السمك اللي يحير، وقلنا قبل كده كتير قوي كل ما بنستهدف البطاطا بنقول المعلومات الكافيه عنها عشان تعرف تتعامل معاها بالنسبه للناس اللي بتحب صيد البطاطا واكل البطاطا. خليك معايا كده ونكمل كلامنا الرميه الجايه. يلا بينا. انا بقول لك على الطريقه الصحيحه اللي تقدر تصطاد بيها بطاطا على اي ارض بطاطا تنزل. ما شاء الله، بص يعني احنا كل رميه ما شاء الله. بص جوز برضو واكل فوق، واكل فوق يعني عايم. ما شاء الله يا جماعه الاحجام، الكاميرا والله معاطيه السمك حقه، يعني احجام ما شاء الله ما شاء الله. موسم خير على الجميع ان شاء الله، وكل سنه وحضراتكم طيبين. زي ما احنا شايفين البطاطا حاجه تفرح يعني. خليك معايا عشان نكمل كلامنا. يلا بينا نرمي رميه تانيه. فانا ليه بقول لك استخدم السبحه؟ يعني انت لو نزلت على ارض بطاطا اشتغل بالحاجات اللي انا هقول لك عليها وهتدعي لي. ما شاء الله معظمها لاتش، معظمها لاتش. يعني لا مش معظمها لاتش، ده اكتر، يعني 80% 90% لاتش السبحه. اشتغل بالسبحه لو هتنزل على اي ارض فيها بطاطا. اعمل السبحه صح. صح دي تحتيها كذا خط، لانها لو فشلت معاك وانت متاكد ان انت مستهدف البطاطا، تاكد 100% ان انت عامل حاجه غلط. المسافات بتاعه الاسلحه مش مظبوطه، بتتكعبل منك باستمرار. انتوا زي ما انتوا شايفين كده بتتكعبل في النادر جدا، والبطاطا ما بتكعبليش السبحه. يعني لو طلع مرمار ممكن يكعبل لي السبحه، اي سمك تاني غير البطاطا ممكن يكعبل لي السبحه. البطاطا زي ما انتم شايفين المسافات مظبوطه، الرصاص اللي على كل ربطه سلاح. لو عايز الطريقه بالتفصيل هبعت لك رابط بتاع الفيديو، ولو الفيديو
مش واضح فيه حاجات تابعني بالتعليقات، عشان وارد جدا ان انا هعمل فيديو تاني تفصيلي اكتر من الفيديو اللي موجود على القناة للسبحة، لان يعني في ناس استخدمتها ونجحت معاها. يلا بينا كده نشوف هنعمل ايه. يلا بينا نرمي رمية تانية. طيب انا عملت السبحة واشتغلت صح، عملت عياراتي مظبوطة وكل حاجة مظبوطة. تأكد 100% انها هتفرق معاك في الكم، هتفرق معاك في الحصيلة. ما شاء الله ما شاء الله. السبحة زي ما احنا شايفين اهو، لسه بقول تفرق معاك في الكم زي ما احنا شايفين اهو، تالت او رابع جوز مع بعض زي ما احنا شايفين، واحجام نموذج يعني. فتفرق معاك في الكم جدا عن المشنقه، عن الجوز، عن الربع، عن اي طريقه بتستهدف البطاطا. السبحه تفرق معاك كتير قوي في الكم. وبمناسبه الكم بنقول للناس اللي بتتابعنا اول مره ان احنا في اخر الفيديو بنشوف الحصيله كامله، وبعد الحصيله بنشوفوا مقطع من الفيديو اللي جاي. خليك معايا. ريح شد ولسه هيشد اكتر من كده. يوصل لغايه 54 يا رب نعرف نصور. فاعذروني بقى لو صوت الهواء كان شديد شويه عن صوتي يعني. خليك معايا. انا عايزك انت تستفيد، انا مش مستفيد حاجه. انا اكتر حاجه بتسعدني ان انت ممكن في التعليقات تكتب لي ان انت استخدمت السبحه زي ناس كتير حصل معاها. ما شاء الله ما شاء الله. واحده واكله تحت وواحده واكله فوق، زي ما ناس حصل معاها كتير انها بعتت لي وقالت لي طبعا. فاكتر حاجه ممكن تساعدني ان انت ممكن تقول لي ان انا اشتغلت بالسبحه والسبحه فعاله معايا وجابت نتيجه. زي ما احنا شايفين، واحده تحت اهي، واحده فوق. دي من مميزات السبحه. طبعا انت ممكن تطلع باتنين، ممكن تطلع بتلاته، ممكن تطلع باربعه، وتصور طبعا في فيديوهات قبل كده لايف. انما ما وصلناش لرقم 5. ربنا يكرم كده ونوصل لرقم 5. فالبطاطا من الاسماك المعمره، وده بيرجع لكميه البخ بتاعتها. بتضخ بكميات كبيره جدا يعني. ما شاء الله ما شاء الله. جوز، واحده كبيره واحده مش كبيره جامبو، والتانيه صغيره هترجع الميه. الصعقه النتي ما شاء الله. البطاطا بقى من السمك المعمر، بيرجع ده لكمية البخ، بيبخ كميات كبيرة جدا. السمك ده من أكتر من 40 سنة بدون مبالغة كنا بنشتغلوا عليه بكل الطرق. اللي جاب نتيجة فعالة فعلا هي السبحة. اكتشفت إن في ناس كتيرة قوي ما تعرفهاش. يعني في ناس شغالة بالمشنقة، في ناس شغالة بالجوز، في ناس شغالة بالشرابيط، جوز شرابيط. إنما السبحة بقول لك ان السمكه دي محيره فعلا. طب ليه بقول عليها كده؟ لان السمكه دي انت لو مستهدفها ولقيتها منعت، اوعى تفتكر ان هي مشت. لو شافت اكل، بطاطا النهارده ما شاء الله هتدينا حصه كويسه ان شاء الله يعني، مع العلم ان الريح زايد قوي يعني. دي لطش طبعا، احساسي في ايدي كده بتقول ان هي لطش، فعلا لطش. طبعا زي ما قلنا الفيديو اللي فات، ان انت مع الاستمرار بتعرف ان كانت السمكه طالعه لطش ولا طالعه وكل. زي ما احنا شايفين اهو. اللهم لك الحمد. زي ما احنا متعودين في نهايه كل فيديو بنشوف الحصيله كامله. زي ما احنا شايفين السبحه شكلت علينا النهارده زي ما احنا بنقول دايما. ميرا، زنجاريا، شراغيش. البطاطا كانت احجام كويسه جدا، بربون عنبر. السبحه اثبتت وجودها بجداره، يعني انها طريقه قاتله بالنسبه للبطاطا، وبتشكل عليك اسماك زي ما احنا شفنا كده، اسماك متنوعه يعني. ان شاء الله نتقابل قريب في فيديو جديد ينول اعجابك. دايما اثبت وجودك بلايك او بتعليق. بشكر حضرتك جدا انك وصلت معايا للدقيقه دي. بتمنى من المولى عز وجل ان الفيديو يكون نال اعجاب الجميع. نتقابل على خير،
واشوفكم قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. دي كده زي ما انت شايف كبشة سمك في وقت قليل جدا. ان شاء الله موسم خير للبطاطا، الناس اللي بتحب صيد البطاطا وتحب اكل البطاطا. خلاص كده البشاير ظهرت ان شاء الله خير. آه يعني الواحد مستبشر خير الموسم ده على اساس ان الاحجام تبقى حلوه، لان البشاير حلوه احجامها كويسه.